لو تعرف واحد مهاجر بره او مغترب بيشتغل او بيعمل اي حاجه، وجي في يوم من الايام كده بيكلمك، يعني غلط يعني، وبيكلمك وبيقول لك مثلا انا تعبان جدا في شغلي وبشتغل 7 ايام في الاسبوع بتاع، ما تقعدش تقول له طب ما ترجع يا اخي، ما ترجع. يعني الله قاعد بتعمل ايه؟ ما ترجع. يرجع فين حضرتك؟ يعني يرجع فين؟ يعني هي دي نصيحه حضرتك بتديها له دلوقتي؟ يعني واحد تعبان وفي وسط تعبه انت بتقول له ارجع ارجع، يعني انت فشلت خلاص. انت فشلت خلاص، ما انت بعد السفر بقى والخبره اللي عملتها بره واللي مش عارف ايه وكل، انت راجل فاشل ومن خرج من داره اتقل مقداره والكلمتين دول، وارجع بقى ايه؟ مش عايزين دوشه. يعني عايزه يرجع يقعد جنبك يعمل ايه مثلا؟ يعني لما الكهرباء تروح وترجع مثلا، عايز واحد يقول لك هي النور جه؟ انت عايزه يقعد جنبك كده ويقعد يسقف وبتاع لما النور يجي وتفرحوا مع بعض؟ طب انت تضمن له ان هو يشتغل؟ هتضمن ان هو يلاقي سكن مثلا كويس يعيش فيه ويبقى قادر ان هو يدفع الايجار ده اللي هو بيتضرب 5 6 مرات؟ هتضمن له ان التعليم مثلا اللي موجود في مصر يساوي او احسن التعليم بتاع امريكا لاولاده اللي هم دخلوا مدارس دلوقتي وابتدوا يتعلموا؟ هل تضمن له كل الكلام ده؟ طيب طالما ما تضمنلوش، يبقى انت بس مش مطلوب من حضرتك غير ان انت تقول له ايه؟ ان انت تشجعه، خد بايده. الراجل مش محتاج منك اكتر من انت ايه؟ تطبطب عليه. واحد جاي يشتكي لك، ما تقعدش تقطمه وتقعد تقول له ما ترجع يا اخي ومش عارف ايه. يرجع يعمل ايه؟ ما يكون هو يرجع بعد ما اخد قرار الهجرة، ساب شغله، ساب حياته، ممكن يكون باع شقته اللي كان عايش فيها وجي بلد تانية، اتعلم لغة ومشي مشوار طويل في الانجليزي واخد لايسنس او اخد كذا او اخد كذا، وبعد كده انت بتقول له ارجع. ما اعتقدش ان دي النصيحة اللي ممكن اقولها له في الوقت ده. قول له معلش انت قدها وقدود، ازمة وهتعدي يا سيدي. تعبان يومين، خد لك اجازة يوم ولا حاجة وهتلاقي نفسك كويس، وكمل. انت ابتديت مشوار كمله. واقعد اشجعه واقعد افكره بكل الانجازات اللي هو عملها. لكن انا اقول له ارجع؟ ارجع فين يا سيد؟ ده انت ممكن تكون نفسك تسافر مكانه. فما تقولوش الكلمه دي، لان اولا هي مش في مكانها، ثانيا يعني بيبقى فيها نبره كده مثلا شويه سواد على حقد كده خفيف على شويه غل، ان انت يعني ايه مستخسر فيه ان هو يبقى قاعد مثلا مستريح مبسوط عايش كويس في مكان نظيف. يعني تاكد ان صاحبك اللي متغرب ده بيبقى فاهم بس مش بيدقق قوي معاك. فارجوك لو انت قد النصيحه انصح. اللي متغرب ده ممكن يكون بيشوف ايام سواد، ممكن يكون بيشتغل شغلانتين وتلاتة انت ما تعرفش، لمجرد بس ان هو يجيب ايجاره وحاجته وكده، لكن هو بيضحي بكل الكلام ده عشان تعليم ولاده مثلا. يقولك مش مشكلة انا اتعب بس ولادي يتعلموا تعليم كويس، لما يكبروا ويتخرجوا يلاقوا شغلانة كويسة مستنياهم، تعليم محترم في دول كبيرة ممكن يغير له حياته تماما. غير ان هو ممكن كمان يكون الشخص ده بيصرف على 5 6 اسر، انت شرفك. هيجي وبعدين والناس اللي وراه دي تعمل ايه؟ انت بتبقى عايش جوه بلدك، حواليك اهلك، حواليك اخواتك، صحابك، كل حاجه، مفيش حاجه عندك اتغيرت، لكن هو بيبقى قاعد بطوله، ما عندوش حد يشتكي له، فبيضطر ان هو يتكلم حضرتك اسفا عشان بس يفضفض شويه ويطلع اللي جواه. فهو محتاج بس منك كلمه طيبه، حاول تقولها.